ناس كتير بعد ما بتقفل بطارية ال 12 فولت بتلاقي الخارج صفر بالافوميتر، او بتيجي تشحن بيه الريسيفر نفسه، او تقوم بيه الريسيفر او الراوتر تلاقي مش قاري معانا، وبيفتكروا ان الغلطة من بوردة الحماية نفسها او الغلطة من التوصيلات اللي هم موصلينها. بص يا صديقي، المشكلة دي بتواجه ناس كتير. ساعات البوردة نفسها بتكون فاصلة باور، محتاجة بس تقوم باور. يعني احنا كده وصلنا بالافوميتر الخارج لقيناه صفر على الشاشة بتاعت الافوميتر. فاحنا دلوقتي كل اللي هنعمله هنجيب باور اللي احنا هنشحن بيه البطارية نفسها، هنقوم بيه بس البوردة اللي هي بتاعت الحماية لمدة 5 ثواني مش أكتر. هتبتدي البطارية تقوم معانا وتطلع لنا الخارج كامل من البطارية. بس كده هنبتدي نفصل، وبعد كده هنبتدي قرب كده على الافوميتر، هنبتدي نقيس الخارج من البطارية، أهو هيبتدي يظهر معانا بالمنظر دوت، قرا معانا وزي الفل. بس كده متنساش متابعة عشان يوصلك كل جديد في عالم التكنولوجيا. يلا بينا.